السلام عليكم. اوعى تصدق اي حد يقول لك ما تسافرش. قابلني حد بيتابعني بيقول لي انت كل فيديوهاتك بتنصح الشباب وتقول لهم سافروا، انت شايف ان السفر كويس؟ قلت له اقول لك حاجه بسيطه جدا، والكلام ده انا بقوله لاي حد بيشوفني. في 2018 انا خلصت جيش، وكنت زي اي حد مخلص جيش وعايز يسافر. في الوقت ده انا ما كانش معايا جنيه. في ناس كتيره بتقول لك ان هي بدات من الصفر، فانا وشباب كتيره جدا شبهي احنا بنبدا من تحت الصفر. بمعنى ان احنا بنخلص جيشنا او بنخلص تعليمنا، انا معيش ثمن الفيزا اللي انا هسافر بيها او المشروع اللي انا هفتحه، بضطر استلف فلوس من حد عشان خاطر ابدا اللي انا اسافر او افتح مشروع. طيب لو انا استلفت الفلوس دي في 2018، وعايز كل واحد يركز جدا في الكلام اللي انا بقوله، لو استلفت فلوس ورحت فتحت بقى مشروع مع التضخم اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، فالمشروع بتاعي بدل ما هو يكسب واسدد ايجاراتي او ايا كان المشروع اللي انا هفتحه، فالمفروض مع التضخم اللي بيحصل، فلو معايا 100,000 كانت هتكون 50,000، كانت هتقل. فانا بقيت مديون وعليا فلوس وهتحبس وما سافرتش وما عملتش الحلم اللي انا كشاب بسعى اللي انا اعمله. حلمنا بسيطه جدا، يا شاب عايز يجتهد عشان يتجوز، يا شاب عايز يسافر ويجتهد عشان خاطر فيما بعد يكون معاه راس مال كويسه يعرف يفتح بيهم مشروع كويس، يعرف يدخل منهم دخل كويس في حين ان هو يكون اتجوز. في الوقت ده انا سافرت والحمد لله. من 2018 انا اتجوزت والحمد لله على كل حال. في نفس الوقت لو شاب تاني ما سافرش لحد دلوقتي وهو قاعد لسه محلك سر، وطبعا ده مش شطاره مني، ده توفيق من عند ربنا. التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق. الحاجه التانيه ان انا بجتهد وبسعى، وشباب كتيره جدا بتعمل ده. انا لما بقول لاي شاب سافر، انا شايف، انا بحكي لك من الواقع اللي انت وانا وكلنا عايشين فيه. انا مش بحكي لك حاجات افلام، انا بحكي لك على ارض الواقع إيه اللي بيحصل. لو معاك 100,000 وجاي لك سفريه او مشروع، لا انت تفتح بال 100,000 مشروع. انما انت اصلا في الوقت ما انت معكش ال 100,000 نقديه في ايدك او تمتلكها انت شخصيا، بتستلف فلوس عشان تسافر بيها. وفي حين ان انت تستلف فلوس عشان تفتح مشروع، انت ما حدش هيسلفك اصلا تفتح بيها مشروع. ما حدش هياخد على نفسه الريسك ان هو يديك مبلغ وتفتح بيه مشروع. وفي نفس الوقت المبلغ ده هيكون قليل جدا ان انت تفتح بيه مشروع. اقل مبلغ عشان تفتح بيه مشروع مش اقل من 300 400 الف. فانا بشوف ان السفر غير من ناس كتيره جدا، وطبعا ده توفيق من ربنا وسعي واجتهاد. وانت طول ما انت بتدور على ان انت عايز تسافر عشان خاطر تعمل حاجات ما فيهاش حاجه غلط، انت عايز تسافر يا تتجوز، يا عايز تحسن مستواك المعيشي، يا عايز تحسن مستواك المادي انت واسرتك، فاكيد حتما طول ما انت ناوي الخير ربنا هيكرمك وهيرزقك. وطبعا الارزاق بتاعت ربنا، بس احنا بنقول ان فرق العمله بيفرق معانا في الوقت الحالي وبيساعد معانا شويه. كده كده انا لو هشتغل في مصر في اي وظيفه ما او في اي شغلانه خاصه او في اي شركه خاصه، وهنقول ان انا هاخد 8,000 جنيه في الشهر، اضرب منهم عليا انا كمصاريف شخصيه بنفسي مش اقل من 3,000 جنيه، هوفر 5,000 جنيه. يعني في السنه 60,000 جنيه، هروح اشتري غرفه نوم مش هتقل عن 60,000 جنيه. لو محتاج اشطب شقه في بيت والدي فوق بيته، يعني في شقه، مش هشتري بيت او هشتري ارض، انا محتاج مش اقل من 250,000 جنيه عشان اشطبها. احنا نكون صراحه مع بعضينا، يعني محتاج لي مش اقل من 3 4 سنوات عشان خاطر ابنيها واشطبها، بس ده غير بقى الحاجات الملزومه مني. فاحنا بنقول ان فرق العمله بيفرق معانا شويه، ومش معانا احنا بس، مع ناس كتيره ومع دول كتيره. فالسفر مش غلط والسفر مش عيب، وانا بشوف ان السفر جهاد، جهاد زي اي جهاد في سبيل الله. انت بتسافر عشان خاطر ربنا يكرمك وتحسن من مستواك المعيشي. فطول ما الواحد مننا بيسعى وبيجتهد عشان خاطر ناوي خير وناوي حاجه حلال، ربنا هيقف معاك وهيوفقك. ما تصدقش اي حد يقول لك ما تسافرش. اي حد يقول لك ما تسافرش وهو مسافر، ده حد ما يحبلكش الخير، وحد مش عايزك تنجح، وحد مش عايزك تشوفك كويس. سيبك من اي حد يقول لك بقى القعده حلوه في البلد، القعده حلوه وكل حاجه، بس وبعدين احنا مش بنسافر عشان حبنا في السفر، احنا بنسافر عشان ده حاجه اتفرضت علينا واتفرضت على ناس كتيره جدا. احنا ما عندناش مصدر دخل غير ان احنا نسافر، مش حبا في الغربه ولا حاجه. فانا بقول لك اسعى وسافر. وهتقول لي اسافر فين؟ سافر في اي مكان انت شايفه من وجهه نظرك هتشتغل فيه، ومش شرط المكان اللي انت هتسافر فيه يكون ليك حد قريبك فيه. ممكن تروح دوله مالكش اي حد فيها وربنا يرزقك وتشتغل. ما تبصش على اسماء او على اماكن، او عايز تروح بلد يكون حد قريبك فيها او انت ممكن تروح دوله يكون ناس كتيره جدا راحت فيها قبل كده وما اشتغلتش، بس انت رحت كان ليك رزق فيها وليك لقمه تعيش فيها وربنا يكرمك. فما تيأس، وطول ما انت متفائل خير وعايز تعمل حاجه ومصدق نفسك ومصدق حلمك، اكيد ربنا هيكرمك. ما تبداش اي حد يحبطك. الحياه قدامك مفتوحه، البلاد دي مش بلاد حد لوحده، البلد دي بلاد ربنا، والبلد مفتوحه قدامك، وبدول كتيره جدا مفتوحه قدامك. تقدر تروح اي مكان، ورزقك لو في اي مكان حتما هتاخده، بس محتاج منك الاجتهاد والسعي. فصدق نفسك وصدق حلمك، واسعى على السفر في اي مكان عشان خاطر تحقق اي حلم انت بتتمناه.
السلام عليكم، اشوفكم على خير.